السلام عليكم. اليوم اوضح بعض الخطوات مال عمليه تصحيح النظر بالفيمتو مايل برو. العمليه حقيقه عباره عن جزئين، جزء ليزر وجزء جراحي. العمليه تجرى تحت تخدير سطحي فقط اللي هو التوبيكال انستيزيا، يعني بس قطرات. ما يغيظ، ما راح يحس باي شيء ان شاء الله اثناء العمليه ما راح تطول اكثر من 6 الى 7 دقائق. قد كثير من المرضى يتساءلون دكتور اذا هي 9 ثواني شلون 7 دقائق العمليه؟ الحقيقه مثل ما قلنا هي جزئين العمليه، جزء ليزر يعتمد على الجهاز، واللي هو هذا يعتبر جدا جهاز فاخر من شركه زايس الالمانيه المعروفه. والجزء الثاني اللي هو جزء الجراحي، الجزء الجراحي يعتمد كليا على خبره الجراح وش قد مشتغل عمليات حتى تطلع النتائج مالت العمليه كلش ممتازه ومرضيه للمريض. هسه راح نبلش بالجزء الليزري ان شاء الله، اللي هو ما يطول بين 7 الى 9 ثواني. بالحقيقه هو اكثر الحالات هو 9 ثواني، بس احنا عندنا نوموجرام خاص بينا اللي هو حتى 7 ثواني نوصل العمليه. على على الضوء الاخضر عمو مهدي، على الضوء الاخضر بابا. اوكي ممتاز جدا. بعد لا تتكلم ولا تتحرك. هسه حنبلش 7 ثواني ان شاء الله ونخلص. لا تتكلم لا تتحرك حتى ذا يختفي الضوء، لا كلام لا حركه، ما بقى شيء ان شاء الله. خلصت العمليه الحمد لله. شفت ان العمليه كلش امنه ان شاء الله. هذا خلص الجزء الليزري، وراح نبلش ان شاء الله بالجزء الجراحي اللي يعتمد على الجراح. حتى الجزء الجراحي ما راح يكون به اي الام ولا اي ازعاجات للمريض. الجزء الجراحي اللي هو مثل ما قلنا يعتمد على الجراح وعلى خبرته بهذا المجال. هنا هسه نشتغل لنوخر الجزء التصحيح او القشره اللي هي عباره عن القصر والاستجماتيزم عند المريض. وهنا نجريها مثل ما تشوفون تحت التخدير القطرات فقط. مهدي ما عندك الام عمو؟ لا. الحمد لله. خبرتنا بهذا المجال من 2018 الحمد لله انا مشتغل بهاي العمليات. وهذا الجهاز البرو اللي هو الاحدث عالميا واللي موجود متوفر عندنا بمركز النور. الحمد لله صارت العمليات اسلس وامن. الحمد لله عمليتك خلصت. بعد جوابها ما حسيت بيها؟ لا. يلا نسوي العين الثانيه. لا. يلا صحه وسلامه. حوينا على العين الثانيه. الليزر بعد لا تحرك بابا مهدي ان شاء الله. ثانيه واحده وخلصنا. هسه هذا خلص الجزء الليزري وبقى الجزء الجراحي. بقى على اللايت عمو. ان شاء الله ما عندك الام وما عندك الام عمو. الحمد لله خلصت عمليتك، بس تروح لاهلك بكل راحه وسلام. العمليه مالتنا طولت تقريبا 5 دقائق و10 ثواني الحمد لله. مرات هواي مرضى يسالون دكتور اذا هي 9 ثواني او 7 ثواني شلون بدنا نطول 7 دقائق او 6 دقائق بالعمليه؟ مثل ما وضحت لكم بكل وضوح وكل مهنيه انه العمليه بها جزء ليزر اللي هو يعتمد على الجهاز فقط، وكذلك جزء جراحي اللي هو يعتمد على الجراح وخبرته بهذا المجال. نتمنى لكم الصحه والسلامه الدائمه. وياكم الاستاذ الدكتور زيد يوسف. شكرا.